Dun dun. Da da da. Da da da. Da da. Da 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 da. Da 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 da. Oh my gosh. Oh my goodness. My gosh. Oh my gosh. My God. Oh my goodness. تا تا تا. بصوا جوسي قد ايه. شايفين قد ايه جوسي؟ وصفتنا النهارده لون وقرمشه وطعم قد ايه ملوش حل، قد ايه جوسي زي ما انتوا شفتوا ومقرمشه زي ما شفتوا وسمعتوا بالظبط. هنستخدم صدور الدجاج، هنقطعها باي طريقه تعجبنا. انا بحب الصوم كده. هجيب هنا قشر ليمون، هستخدم حوالي معلقه من قشر الليمون. قشر الليمون ده حكايه في التسويه. وكمان هاخد عصير الليمون. هسيب لكم المقادير جوه صندوق الوصف. انا عملت كميه دجاج كويسه، مش قليله. وهنزل هنا جبت البصل فرمته خالص 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 لحد ما عمل عصير، ورحت نازله بيه ما صفيتهوش زي ما هو كده. العلبه دي فيها فلفل لكل الالوان بما فيهم الكزبره، تمام. وبعدين هاخد تاتش منها شويه بسيط لاني هكمل باقي المقادير معاكم زي ما هتشوفوا. الفلفل الاسمر بطل رئيسي، يعني زودي منه بس مش قوي. يعني ايه، لو نص كيلو دجاج حط عليه نص معلقه، تمام. هنا بقى هاخد شويه من البابريكا، تاتش بابريكا، وهاخد معلقتين من المايونيز. انا عامله كميه كبيره، هديكم مقادير كميه لنص كيلو، اتفقنا. وبعد ما ضفت الملح هبتدي اقلب كل المكونات في بعضها. اتاكد ان الدجاج كله بيشرب من التتبيله اللي احنا حطيناها مع بعض، المايونيز مع التوابل مع البصل مع عصير الليمون وقشر الليمون. عايزه اقول لك حاجه، الناس اللي هتقلق من قشر الليمون ما تقلقش، بالعكس بيدي طعم خطير وريحه ما حصلتش. بالشكل كده اتاكد ان كله شرب او وزعت الخليط كله على الدجاج، واروح مغطيه عليه ببلاستيك بالشكل ده عشان اتاكد، لاني هحفظه جوه التلاجة، واتاكد ان هو ما يطلعش ريحه بتاعته جوه التلاجة عشان ما بوظش اي اكل تاني، خاصه لو فيه كيك. هنا هنزل ببسيط من الفلفل الاسمر على الكورن فليكس. والعلبه دي عباره عن قهوه وتوابل عاديه جميله قوي، عباره عن فلفل سويت، بابريكا، بسيط من البودر اللي هو البصل. وهنزل بسويت بابريكا الاولانيه كانت بقى البابريكا المدخنه يعني عايزه اقول. وهحط ملح بقى بالنسبه بالكميه اللي تناسبني عايزه اقول. وهنزل بالمكونات جوه الخلاط عشان هطحنها، دي اسهل حاجه، وكمان هياخد كميه كبيره يعني ما افضلش اطحن كل شويه وكده. فهعمل كميه وارميهم جوه الفريزر بقى، او احطهم في علبه عندي وخلاص. وهفضيها بالشكل ده. وده بالظبط عايزه البودر يكون اسمه ايه قولوا، يكون ناعم كده بالشكل ده. اوقات بنعمه اكتر بس انا حابه كده، حابه بالطريقه دي. هنا هاخد 2 بيض اي حجم بقى، ده انت اختياري براحتك. ساعات ما بحطش بيض على فكره، بس انا حطيت البيض عشان البيض هيديني طبقه حلوه قوي قوي وكمان لون جميل. ونزلت بتاتش من الفلفل. وبعدين هاخد الدجاج بتاعتي الحلو بقى، اروح بقى ايه يعني مظبطه الدنيا ونازله بيها كده مغطساها بعمق بيض. وبعدين هشيلها واصفيها من البيض بالشكل ده. اتاكد ان هي مش واخده معاها بيض وانا رايحه احطه على الخليط. الخلطه اللي انا عملتها دي بديل للبقسماط. تقدري تستخدمي البقسماط او اي خبز عندك قديم انت محمصاه وفرماه ناعمه خالص وحط عليه نفس التوابل، هتديكي نفس الطريقه. وتحطي عليه زعتر اخضر هيقلب الدنيا حقيقي. وكده شكل الفراخ عندي بقت جاهزه خالص. يعني التتبيله اللي عملناها دي رغم انها بسيطه بس فرقت جامد قوي قوي في الطعم. ممكن تعملي التتبيله دي وتسيبها في التلاجة من 3 ايام ل4 ايام، ما يكونش اكتر من 5 ايام، عشان اقولك يعني كل ده عشان تبقي مبسوطه وانتي بتاكلي دجاج، فاهمه. وهجهز كل شرايح الفراخ بالشكل ده زي ما انتوا شايفين واحطها في صينيه. بصي بقى يا ستي، ساعات كتير قوي برش تاتش بسيط من زيت الزيتون واروح مدخلاها الفرن على طول، وتاخد مني حوالي تلت ساعه بتكون مستويه. وبكده ما حطيتهاش في الزيت عشان الناس اللي مش عايزه الزيت، بس بما انها بانيه بقى فلازم تتعمل في الزيت. يلا بقى امرنا لله. عايزه اقول لكم ايه كمان، انا ما ضفتش دقيق. في ناس بتحب تعمل طبقه من الدقيق. يا Oh my gosh.
خطيرة صح؟ خطيرة ما حصلتش. هنعمل كل الكمية بالشكل ده. الزيت ما يكونش سخن بيغلي، تسخني زيت كأنك هتقلي بطاطس بس كده، وتسيبيها دقيقتين من الاتجاه ده ودقيقتين من الاتجاه التاني. تن تن ترارا ترارا تتن ترارارارارارا او ماي جاش. شفتوا قد ايه سهله وبسيطه وقد ايه جميله ولونها الذهبي الحلو قوي قوي، وكمان لما اجي اقطعها هتلاقوها قد ايه جوسي من جوه، حقيقي تجنن. هنا هبقى محمصه الخبز عندي وهبتدي انزل عليه باي حاجه بحبها، اي كريمه اي مايونيز اي حاجه انا بحبها اللي يعجبك. انا استخدمت مايونيز ومتبلاه بطريقتي الخاصه بقى. هنزل هنا بورق الخس الاخضر، هاخد الاخضر بس وهاخد النعناع. وعلى فكره ورق النعناع ده اجباري عشان تاكلي ساندوتش جامد ما حصلش، مش هتنسي طعمه ابدا مهما كنتي بتروحي اي راستوران في الدنيا او اي مكان، مش هتنسي طعم الساندوتش ده لو عملتي التتبيله بتاعت الدجاج. شايفين قد ايه جوسي؟ بصوا جوسي خطير، طري من جوه قوي قوي، مقرمش من بره زي ما سمعتوا، اللون الدهبي الحلو اللي فيه كمان. بصوا القشره الثابته لازم انت اللي تشيليها. بصي عامله ازاي، عامله طبقه، الطبقه دي كريسبي بدون استخدام اي دقيق عشان نعمل طبقه فيها، لا لا لا. بصي حقيقي تبارك الله. عايزه اقول اعملوا الطريقه دي سهله وبسيطه بتدي طعم حلو قوي. عايزه كمان اقول لكم حاجه، تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية وصفحتي على الفيس، وبقول لمتابعيني على الفيس محتاجاكم جدا على اليوتيوب، والعكس طبعا. يعني مش هنخسر حاجة لما تشجعوني، وانا عارفة انكم اهل كرم. هنزل بقى هنا بتاتش من المايونيز على الدجاج من فوق، وكمان ورقتين من النعناع. انا حطيت حقيقي من حوالي من 6 ل7 ورقات من النعناع الاخضر. عايزه اقول لك ان يا ريت في كل قطمه من الدجاج ده تاخدي معاها ورقه من النعناع، هتحسي انك بتاكلي فعلا ساندوتش ما حصلش. عمرك في حياتك ما اكلت ساندوتش بالطعم ده، وانا واثقه وتحدي. وحقيقي جربوه وقولوا لي رايكم. انا بحبه، طعمه ما حصلش، قد ايه خفيف وجميل وسريع. وده الخبز بتاع ابو علي عشان هو ما بياكلش غير الخبز الاسمر اني مليان صنوبر. خطير خطير خطير. كانت وصفتنا الدجاج او البانيه حقيقي. انجوي. جوسي تتبيله، او ماي جاش. انت بتاكلي بوقك فيها.